شبكة منتديات يمن المحبة. أنا قلت لك أبيك الرافض وبعدين قنعنا. يعني وافق؟ إذن الحمد لله. مش معقول لهذه الدرجة مهتم بالموضوع؟ طبعا أنت الآن بالنسبة لي شيء مهم جدا، من دونك ما أقدرش أكمل حياتي. لهذه الدرجة؟ وأكثر. متأكد إن مدى غلاوة محبتي في قلبي فوق ما تتصور. وأنا كمان أبادلك نفس الشعور. أعزك وأقدرك، وكل يوم ازداد إعجابي فيك أكثر وأكثر. طيب قبل ما أسألش عن الموعد، إيش كان سبب رفض الوالد في البداية؟ لا تهتم بالموضوع، المسألة كانت انشغال فقط لا غير. قل لي يا عبد الدايم، ليش تشتيني أغادر المدرسة؟ هذا والله يا أستاذي من حقي ومن حق المدرسين. وهل تعتقد إني أقبل إنه يحل مكاني هذا واحد انتهازي مثلك؟ معنى هذا إنك رافض؟ لا، إنها من أجل بقاء العلم والتعليم اللي ضحيت من أجل عمري كله. ممكن يمسك المدرسة أي تربوي قدير غيرك. معنى هذا إنك بتشكك في قدراتي يا أستاذ. هيا سمعتوا؟ احنا مصرين على مغادرة المدرسة فورا. أعتقد يا ناصر طالما أمنية الشباب صالحة فلا مانع من مساعدتهم. ممنوع يا عم أمين، ممنوع. والذي يتطوع داخل المدرسة يصير يديلي أمر من مكتب التربية والتعليم. شفت يا عاقل؟ حتى كلامك ما يرضيش ياخذ به. شوف يا نوري، بطل الكلام حقك هذا. أمر العاقل على عيني وعلى راسي، لكن به قانون فوق الجميع. ما هو حقك القانون هذا؟ ثابت ما باللحظة يا ولدي، شو هكذا؟ نشوف على قلة حياة، احنا ندور نصلحه ويدور يخرب. الساعة 10 الصباح. ما رأيك؟ وقت مناسب. وقت مناسب، بس المشكلة إنه وقت دوام. كنت أتمنى بعد الظهر بعد العصر، لكن الوالد أصر على هذا الوقت. مش مشكلة. شو السبب؟ يا سلام يا سلام يا سلام، تاركين العمل وجالسين هنا يتكلموا مع بعض. يا سلام، قولوا لي ما قصتكم؟ إيش من قصة يا دكتور؟ يعني جالسين مع بعض وبتتكلموا مع بعض ويصير يتجيم مع بعض. أعتقد إن هذا مش شغلك يا دكتور عادل. ليش يا دكتور؟ ولا حاسب نفسك في ملتقى للعشاق؟ احترم نفسك، احترم نفسك يا دكتور عادل. وصلت بك الجرأة إلى أن تهاجمني يا دكتور؟ طيب مش مشكلة. أرجوك يا دكتور عصام اهدأ. من حقكم انكم تنتقدوني اذا شفتم علي اي غلط، ومن حقكم انكم تعبروا عن رايكم، لكن مش بهذه الطريقه الفوضويه وحرمان الطلاب من الدروس. احنا مصرين على رأينا يا مدير. خلاص يا جماعة، وشكرا يا مدير على أتاحتك لنا هذه الفرصة، ونحن ما اجتمعنا هنا إلا ونحن معك وليس ضدك. بصراحة يا مدير احنا ما نلقاش أحسن منك في سلوكك وأخلاقك وخبرتك الطويلة، وهذه جناح شخصية. خلاص يا مدير، إذا كان ولا بد فليغادر المدرسة عبد الدايم وجماعته الذي هم سبب كل المشاكل. أنا باقي غصبا عنك وعن اسماعيل حكم، وأنتوا هتشوفوا. أنا عارف إنكم بتجاملوا لأنه مدير المدرسة، لكن قسما بالله ما أتركها لكم، وأنتوا هتشوفوا. يا أنا يا اسماعيل في المدرسة. هيا هيا عجبك يا مبهوت؟ جليلة حجرتني من دخول بيتها من تحت راسك وما فعلت؟ عتنكر يعني ما كفكش انك بتتجسس علي، تزيد تدقدق عليها الباب طول الليل، وفي الاخر جليلة تتهمني وتقول انه انا كان قصدي يا ثقيل نخوفها اكثر من اجل تتمهد لنا الامور. انت بتمهد الامور مش بتمهدها وبتعقدها،
وبعدين انا مش حذرتك يا مبخوت اكثر من مره وقلت لك لا تفعل شيء الا لما تقول لي. خلاص يا فقيه، المعذر منك وانا اسف، وهذا الراسك احبها. خلاص وبعدها قل لي ما جيت تفعلها وانا قلت لك تشوف الامور في المدرسه. الامور في المدرسه تمام، الامور مشعله ملعلعه منوره، واحنا منتصرين باذن الله. هكذا احبك. انت والشباب الذي معك من داخل المدرسه، يلا قوموا. هذا بتطردنا يا ناصر. ايوه بينطردكم يا نوري. والله انك تشتمني ادبك. اخرج واجهنا خارج لو انت رجال. عيب يا شباب، ما يصلحش هذا الكلام. يلا تفضلوا خرجوا من معانا. قسما بالله العظيم لما تخرجوا من داخل المدرسه لا اتصل بمدير الامن واستدعيهم يجوا لكم الان، وارفع بكم بلاغ للنيابه العامه، وبعدين عاد شوفوا كيف عاد تكون نهايتكم. يلا. بصراحة يا دكتور عصام ما عجبنيش تصرفك اليوم مع الدكتور عادل. يعني ايش؟ كنتي تشيني اسكت بعد اللي قاله؟ يقول ما قال، المهم ان احنا واثقين من انفسنا وما نسوي حاجة غلط. لا يا طالما وجد فيها تلميح لهتك الاعراض فما حدش يسكت على هذا الكلام. اكتشفت انك عنيد، بنفس الوقت خايفة عليك من الدكتور عادل لانه بصراحة ما بيسكت على حقه. الو اهلا يا نوري. ما قلت؟ لا انت جو عندي. لا انت جو، انت تصرف وانا عاد ارجع اتواصل معاكم واحدد موعد نلتقي فيه. مع السلامه. بشر يا فقيه، سيطروا على المدرسه. أنا آسف يا عم أمين إذا قللت من مقامك وكسرت كلامك. وليش معترض على الشباب؟ يا عم أمين هذا لا يفسدوا داخل المدرسة أكثر من ما يصلحوا. وما هو الدليل؟ كلام الأستاذ ناصر صحيح، هذو شباب طايشين، بعضهم أكمل الثانوية والبعض ما كملهاش، بعدين ما فيش فيهم أي ثقة. هذا كان مؤقت يا توفيق. الآن ما بيحلش المشكلة إلا وجود المدير الجديد. المدير في الطريق، وأنا اتصلت بمكتب التربية. يا عم محمود هذه الفاتورة ايش توقع عليها؟ طيب تفضل. شكرا. ما رايك يا ناجي لو نعمل زيارة مفاجئة لفاطمة؟ ما سبب الزيارة؟ نعرفها قد وصلت في البحث عن اسماعيل، يمكن يكون عندها معلومات جديدة. معلومة مين يا أخي؟ لو صح هذا الكلام قد سمعت لنا الدنيا. تعال بعديك. بصراحة يا أخي ناصر حسيت إن الحاج أمين زعلان منك كثير، مع إنه يحبك ويحترمك ويقدر رأيك. مش مشكلة يا أخي توفيق، لكن في الأخير هيعرف الحاج أمين بأن الذي سويته أنا كله لصالح المدرسة. أكيد، ولازم ما نتدارك الأمور ونضحي من أجل المدرسة. هذول شباب طايشين، وأنا متأكد إنهم ما بيسكتوش على اللي حصل. لو كنت وافقت تكون مدير لهذه المدرسة كانت الأمور اختلفت وعادت إلى طبيعتها. يعني خلاص يا هدى هذا الموعد مؤكد؟ ايوه يا عمه، انتبهي ما تحضري زي ما اتفقنا. تمام، يلا مع السلامة. أنا مش عارفة ليش مصرة على عمتك فاطمة تحضر. مهما كان يما هذه عمتي.
اسمعوا يابا، إذا ما جيتم معي أنس نخطب هدى، أنا شاسير أخطبها بنفسي مع عمي ناجي. سير ذاك الطريق أمامك. هذا آخر كلام. يلا سكاها رويني شطارتك. طيب. ها لحظة يا ماهر، مالك يا محمود؟ هذا ابنش ما بيعقلش، أكثر من 20 مرة وأنا أقول له يترك لي فرصة، وهو جالس معلق لي، هو دا عطر علي اليوم قبل بكرة. صراحة عنده حق. حقك في ايش يا صباح؟ أو احنا قلنا له لا؟ لو كان أخوك موافق كان حدد يوم الخطبة، لكن كل يوم بيختلق لنا أعذار عشان يتهرب. طيب يا صباح، علشان ترتاحي ويرتاح ابنش، أنا شاحدد يوم الخميس القادم الخطوبة والعقد، والخميس الذي بعده الزفاف. مبروك ابني يا ماهر. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يابا. كريمة، بصراحة أنا ما استطيعش أصبر على تصرفاتك مع عصام. أصلا وجودي ما يفيد بشيء، لكن أنت غير. أنت تروح تشوف الأب، تتعرف عليه، تتفقوا على الخطوبة ومدري إيش ومدري إيش يعني. وأنتي تتعرفي على العروسة وتتعرفي على أمها. يا أخي ما هي مشكلة، هذا التعارف حيحصل بعدين. يعني إيش؟ لا أنا ولا أنتي حنحضر؟ معقول يجي من صلبي من يحاربني؟ أنا لازم أتصرف. ها يا أم أنور، إيش اللي توصلتوا إليه؟ فعلا يا أخ جابر مثل ما قلت، الظاهر الوثائق مزورة. الآن ما فيش دليل يوصلنا للحقيقة. المشكلة عندما اطلعت على الملف ما وجدش الاسم الكامل للأستاذ إسماعيل، وهذا بالحقيقة كان يشكل عائق كبير في البحث عنه. لو وجدنا له الصورة. يا سلام، حلو. أما لو وجدنا له صورة فمن السهل جدا البحث عنه في جميع وسائل الإعلام، عبر التلفزيون أو الصحف أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل. جميل. على العموم أنا سأحاول أحصل عليها. حلو، وأنا مستعد للمساعدة لكم في أي وقت. إنها معقولياتك إيه؟ تسمح لي أذي ابنك؟ أنا لو يدي تعيقني لأقطعها. اتصرف معه طالما هو واقف ضدي. اتق الله يا فقي، راجع نفسك. مبخوت، هتنفذ الذي قلت لك أو لا؟ أنفذ طالما وهذه رغبتك. خلاص وصل لي بعدين مرة ثانية. مع السلامة. وليش الاستعجال يا عم محمود؟ اسمع ناجي، أنا هذه المرة قررت ولا يمكن أرجع في كلامي، والخطبة الخميس الجاي يعني الخميس الجاي، والخميس الثاني للشيء عرس، هذا جنان. ولا جنان ولا حاجة. الأولاد كبروا وكان مفروض نزوجهم من زمان، واعتقد الآن ما فيش معك أي حجة. يا ناهي. ناجي. عصام، على ايش ناوي بكره؟
أروح أقابل والد هدى لوحدي. يعني ما فيش أمل إنه يأجل لوقت ثاني؟ ما أعتقدش. طيب تعتقد إن تخلفي يأثر في نفوسهم؟ والله مش عارف، بس أكيد هيأثر، خصوصا إني كلمت هدى إن أبي شخص عظيم ولا يمكن في يوم من الأيام إنه يؤثر مصالحه الشخصية ومصلحة العمل على مصلحة ابنه ومستقبله. ولا يهمك، أنا شاطر معك. أكيد يا بابا، أكيد. أشكرك، أنا آسف جدا. أنا اللي آسف يا حسن، أنا اللي آسف. خلاص يا عم أمين، أنا موافق على ترشيحك لي بأنه أكون مدير المدرسة. الآن أثبت أنك وفي ومخلص للمدرسة. بس معي شرط. ولا شرط ولا حاجة، أنا بكرة أو بعدها بالكثير أراجع لك القرار بنفسي. أنت مجنون ولا بعقلك يا ناجي؟ توافق على الخطوبة يوم الخميس؟ أنا مش موافق، بس محمود مصر. مصر على إيش؟ من هو صاحب هذه الكلمة؟ أنت ولا هو؟ وما هو الذي في يدك عليه؟ تكلمه في الصراحة إن بنتنا بكرة عيجي لها عريس، وما فيش أحسن من الصراحة. صعب يا جميل، الصعب. للمه أو أنت خايف منه؟ مشي مسألة خوف. كان ما هو؟ مش عارف. كيف مش عارف؟ اوقع رجال واعمل لنفسك هيبة. أنا رجال ونص يا جميلة، وعيب هذا الكلام. ما شاء الله، أنت ما فالح إلا أنا عندي، بس عند أخوك أذل من الثعلب. دائما أنت ضعيف يا إسماعيل، دائما. أنا ضعيف عندما قررت أجبر بخاطر عصام وأحضر معه. بس الحضور معه مش أهم من عملك، خاصة لو أنت عارف إن عندك مشاكل في المدرسة، بمعنى إنه المغرضين حيستغلوا غيابك. أولا أنا ما أغبش، وثانيا إيش فيها لو غبت ساعة ولا ساعتين أجبر فيها خاطر الولد وارجع للعمل. والله أنت حر. كان المفروض عصام يقدر ظروفك ويبطل الدلع حقه. يعلم الله ما فعل مبخوت، بس المشكلة الآن لو نفذ مبخوت الخطة ما أقول لمناصر وزوجته عندما يسألوني عليه. ها، أو اتفقتوا على المهر؟ ليش؟ أو احنا غرباء لما نتفق؟ أو بتظن إن جميلة عاد أحمل تديها لكم بلاش؟ ليش؟ ما دخل جميلة؟ بدي تصير بنتها الوحيدة، أحلى واحدة في الدنيا، ويعلم الله كم عاد تطلب منكم. تطلب الذي تطلبه، مش مهم، الفلوس موجودة والحمد لله. وإحنا للمه، أو هي أحلى من غيرها، مد والناس هدينا، لا زيادة ولا نقصان. خلاص خلي الموضوع هذا علي وانت تتصرف. عظم الله لك الأجر في ابنك ناصر، وهذا تلفونها. سامح لي ربي، أنت لو كان استمعت لأبوك. اوكي، مش وقت الشقاء والبكاء ولا ايه؟ ما فعلت في موضوعي. مش وقتك يا مبخوت. من كان هذا ولدي وما معي في الدنيا إلا هو،
قلبي حيقطر عليه دم. خلاص انا اسف يا ذكي. بكره عن الحقيقه. تصبح على خير. اعتقد يما ان احنا ذا الحين في امان، وما اعتقدش ان الفقيع يأذينا مرة ثانية بعد ما قد اشتكينا به عند الحج امين، صح؟ بالعكس، انا ذا الحين زاد خوفي وقلقي اكثر. ليش يما؟ لانه رجل حقود خبيث، واكيد انه ذا الحين يفكر ينتقم اكثر واكثر. معقول يما؟ يعني عم ظل طول عمرنا بالقلق والخوف هذا؟ اوف، هذه ما عادش عيشه. التلفون ناصر 13 عمي، ابلى اطفي. عماه، لحد الان ناصر ما قدرش عليه. اتصلي له يا بنتي شوفي ليش تاخر. اتصلت ما ردش علي، واتصلت مرة ثانية مغلق. معقولة؟ وين هي كل هذا الحين؟ أمانة إذا حصل لي شيء لا سمح الله ليش تسامحيني؟ الله يسامحك الآن. خلي بالك من نفسك. شدوا بسول البيت. يلا يا اسماء، يلا ما فيش وقت. الله الآن بس الشنط. معلش من الشنط، مش وقت. يلا ننفذ بجلدنا. يلا يا اسماء. بس ملابسي وحاجياتي كلهم فينا. ما فيش داعي يا اسماء، حتكون عندي امانه، اهم شيء سلامتكم. سيروا بسرعه ما فيش وقت. يلا يا اسماء، يلا 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 اسماء. اسماعيل، معقول يا فاطمة بعد كل هذا العمر وبعد ما تزوجتي بوليد ما زال قلبك معلق بإسماعيل؟ معقول؟ إلى هذه الدرجة أنت بتحبينه؟ لا، لو كان بيحبش يا فاطمة إنه رجع وإنه سأل عنش، ومع هذا لازم يكون هدفك هو البحث عن ابن أخوش محسن وبس، لأن إسماعيل أكيد نسيك ونسي اليوم اللي ضحيتي من أجله. لا تقلقوش على ناصر، انا رسلته مشوار وعيرجع. مشوار في هذا الوقت؟ للضرورة احكام. طيب وين سار؟ ايوه انا رسلته للمدينة. معقول يا عم ناصر يسافر المدينة بدون ما يقول لنا؟ معقول ما قال لكمش؟ ابدا يا فقي، ابنك هذا لا سر القرية الثانية يقول لي، ما بالك للمدينة؟ ربما يكون نسي، او يمكن يكون صاحب السيارة مستعجل وما حبش يأخره. طيب يتصل على الأقل، أو يرد على الاتصال. ما بهذا يعلم الله أي شيء ظروفه. وما هو المشوار في سر ينفعك فيه؟ مش هو شغلش يا حليمة، هذا قد تحقيق. ليش هو المشوار هذا سر؟ لا قد رجع وقضيت الحاجة عاد ارجع أقولش. طيب ومتى يرجع؟ كل حاجة يعني حسب الظروف، بعد يومين 3 بعد 10 أيام يعلم. 10 أيام؟ قل لي كيف الأوضاع بالمدرسة اليوم؟ الأوضاع هادئة وكل شيء على ما يرام. على الله يكون عبد الدايم اتعظ من الزوبعة اللي فعلها لي أمس هو وشلته. ومع ذلك لا أمان مع عبد الدايم. اسألني أنا. وأنت أتقول لي أنا عارف به، أكيد براسها حاجة يخطط لها. ليش ما تستغني عنه ونستريح من همه؟ أنا قلت عسى الله يهديه، لكن الظاهر إنه ما فيش فايدة.
على العموم الله يكفينا شره. اسمع يا عبد الكريم، تدلي الأوراق بسرعة والملفات المهمة عشان أراجعها، لأنه معي موعد الساعة 10 خارج المدرسة. حاضر يا مدير. الله يبارك فيك. توفيق، كيف يسافر ناصر من غير ما يقول لي؟ والمشكلة يا حاج أمين إن أبوها اتصل وقال ما بيرجعش إلا بعد شهر. شهر كله؟ والمدرسة لمن نتركها؟ اتركها لنا يا عاقل واحنا لها. ها سميرة، اتصل ناصر؟ ما اتصل، شو طيب ما اتصل عليه والتليفون حقي مغلق. عجيبة، مش من عوايد ناصر انه يفعل هكذا. على العموم يا دكتور عادل، إذا كان مصر على الشك وانتظر لبكرة حتى أجمع بينك وبين الدكتور عصام واستمع لكم الطرفين واسمع لشهادة الدكتورة هدى وأحكم بينكم وأشوف من الغلطان. يا دكتور الله يخليك، ليش عقله بكرة؟ ليش ما تدعيهم الآن؟ لأن الدكتور عصام والدكتورة هدى في إجازة. عجيب. ليش لبكرة؟ أنت يا ثابت بقى تغطي حصة التربية الإسلامية، وأنت يا كرم بقى تغطي حصة القرآن وعلومه، وأنت يا أبكر بقى تغطي حصة الاجتماعية. يا أخ نوري، الحصص اللي بتتكلم عليها مغطاة، العجز عندنا بمادة الرياضيات والكيمياء والفيزياء. الشباب حقك يقدروا يغطوا هذه المواد. مالكش دخل، اسكت. كيف أسكت وأنا أستاذ في هذه المدرسة وسكرتير؟ إما تغلق فمك ولا تقوم تخرج من المدرسة. أنت بتطردني يا ثابت؟ أطردك واطرد 10 من أمثالك. أنتم فاسدين، ستوا مدرسة وجينا نصلح أخطاءكم. خلاص يا ثابت، خلاص يا أبكر، ما بيش داعي للكلام هذا كله. أنت داري إن الأستاذ توفيق بيتفهم الوضع وبيتعاون معانا. ممكن استأذن المشوار ورجع؟ نعسل بالضبط. للسوق اشتري بعض الاشياء. ما معك في السوق؟ اشتري بعض المقاضي للبيت. اجلس مكانك وعاد خلي واحد من العمال يروح يشتريها. لا يا محمد، ما ينفعش الا اشترينا انا. وبعدها كلها ساعة وساعتين وارجع عن اذنك. عجيب عن برنامجي اليوم. اكيد في حاجة ومخبيها علي. أنا من رأيي ما تمرش علي المدرسة، المشوار بعيد. يا ابني الله يهديك، أنت أدي لي العنوان بالتفصيل وأنا إن شاء الله نص ساعة وأنا عندكم. أيوه. ليش ما جاش معك محمود يا ناجي؟ ما فيش داعي يا اختي، وبعد هذا مجرد القاء عادي، يمكن نتفق ويمكن ما نتفقش. وليش ما نتفق؟ او فيهم عيب؟ شو الصدق يا جماعة؟ أنا لما تعرفت على الدكتور عصام وجدت إنه مؤدب وخلوق وباين عليه إنه ابن ناس. وكيف تعرفتي عليه؟ معقول؟ ليش ما قلت لكمش هدى؟ أستاذ عبد الكريم، أنا تأخرت على موعدي، وأي واحد يسأل عني قل له أرجع بعد ساعة. حاضر يا مدير. الو، لحظة لو سمحت. عفوا يا مدير، معك مكالمة. قل له يتصل لي بعد ساعة، أنا مشغول الآن. ولا أقول لك هات. ألو، من معي؟ أيوة معك مدير المدرسة. أهلا يا أستاذ، أهلا. يبدو ان الضيوف تاخروا او ماشي. أعتقد إن الضيوف قد وصلوا. هيا الحمد لله، أنا شاسي أدخل عند هدى. يلا. وانت روح افتح لهم الباب وانا اجهز العصير. هي. لا مش من حقك انك تسألني عن سار ابني ولا ليش سار. هذه شؤون أسرية خاصة. ما قلنا شيء، بس يغيب يوم يومين، لكن شهر لا مش معقول. ويمكن شهرين ويمكن سنة، كل على حسب الظروف.
ما هكذا قل جنان. ليش؟ لأنه صار في طاعة أبوه يا عاقل. هذا لو قلنا أنه متفرق وحر، لكن ابنك موظف في المدرسة ولازم يداوم فيها. أي مدرسة يا حج أمين؟ كما قد مع المدرسة مدير يحل الله عنقدم له على إجازة ونخلص. أيوقع لها مدير يا فقير. تفضل يا دكتور. زيد فضلك يا عم هاشم. تشرفنا بمعرفتك يا دكتور. أنتم الشرف يعني. بس مش كان المفروض الوالد يجي معك أو مشغول ولا شيء؟ فعلا، بس هو الآن إن شاء الله يلحق بعد شوية. بس قل لي، ما تعرفناش على اسمك الكامل وبيت من والوالد ما بيشتغل؟ أنا اسمي عصام. اسمعي. لحظة لو سمحت. تفضل. ألو. أيوة يا محمود. ها؟ أنا أيوة أنا الآن في السوق. أقصد خير ما تشتي. للأسف أم عصام ما جتش. ما فائدة حضوري وانا ما جيتش انا اللي من سبت تعرف على ام الدكتور عصام. يلا يكفي تعرفي ابوه. وما دخلني تعرف على ابوه؟ طالما عرفتي الولد ما عاد باقي تتعرفي الا على ابوه. جميلة، والله لولا انا في بيتك لكنت رديت لك الثاني. وما عاد تفعلي يا فاطمة، تهدديني في وسط بيتي. أمه الله يخليكم، احنا جينا هنا نفرح، ما جيناش نختلف. مع السلامة. قلنا لك حاضر يا محمود، افهم كلام. أنا الآن مشغول. ها؟ ساعة بالكثير وأنا عندك. حاضر، حاول أقللها نصف ساعة. حاضر. يلا مع السلامة. خلاص تمام، مع السلامة. آسف يا بي. أنا اللي متأسف يا عم، الواضح إن أنتم مشغولين وإحنا عطلنا. ولا عليك. الوالد قال أجي ولا إيش؟ ها أستاذ يوسف، أشتيك تأكد لي من الفصول والكراسي. أوكي. الله يبارك فيك. بسرعة. أستاذ محمد، تأكد لي من الساحات ونظافة الساحات. الله يظلمك. الله يبارك فيك. أستاذ أحمد. حاضر. الله يبارك فيك. شوف لي زي حق الطلاب. على طول باجي. الله يبارك فيك. يلا. أيوة يا ابني يا عصام، والله إنها كنت جاهز أجي الآن، بس حدث أمر طارئ بالمدرسة. أنا آسف يا ابني، آسف جدا جدا. طيب يا مان، طيب. حصل خير. مع السلامة. هي ما قالوا في الطريق. أنا متأسف يا عم، يبدو أن الوالد حصل له ظرف طارئ جدا في العمل ومنع من الحضور. وبيبلغكم اعتذاره الشديد. شبكة منتديات يمن المحبة.